قولوا لي بقى، خزنتوا المشمش ولا لسه؟ بصوا يا جماعه، هو المشمش انتوا عارفين طبعا ان هو يعني خلاص، هو المفروض يعني بقيله كام يوم ويخلص، فعايزين نلحق بقى نعمله قبل كمان علشان بيجي في الاسبوع الاخير دوت وبيدود. هتشوفوا معايا انا. بصوا بفتح طبعا واحده واحده عشان اطلع منها البذر، وفي نفس الوقت ببص فيها كويس لاني خايفه برضو ان يكون فيها حاجه، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله طلع كله زي الفل. فالحقوا الحقوا يعني النهارده بكره بالكتير قوي تخزنوه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، طبعا هنغسله كويس جدا وهنفتحه ونطلع ايه، ونطلع البذر اللي فيه. تمام، وهنحطه كله ايه في حله واحده. بص انا ببص فيه ازاي، يعني الواحد بيبقى عنده يسهس ان هو ايه برضو ياخد باله من كل واحده بيعملها. و او بصوا زي ما انتم شايفين انا حطيته في الحله اهو. هحط عليه بقى كوبايه ميه، مش هحط ميه كتير. ليه بقى؟ انا عايزاه يبقى يعني ما ياخدش معايا مكان كتير في الفريزر، لان انا هخزنه لرمضان طبعا، فمش عايزاه ياخد معايا كتير مكان كتير. فلو حطيت عليه ميه كتير طبعا هياخد معايا حجم اكبر. وكمان هو مش محتاج الصراحة، يعني هو يا دوبك هي كوباية مية بس وايه و... ونرفعه على النار يا دوبك، هي غلوة، مش هياخد اكتر من كده، هو ما بيتحملش اكتر من كده غلوة. وبنشيل الريم اللي هو بيبقى فوق الوش دوت وخلاص على كده. بصوا قبل ما نكمل بقى مع بعض، عايزة اقول لكم حاجة. كتير منكم بيتفرج مش بيحط لايك، مش بيعمل شير، مش بيحط حتى كومنت كويس، حاجة يعني تبسطني وتفرحني تخليني اعرف اكمل معاكم اللي انا بعمله. يعني انا لما بلاقي اي حاجة كويسة وحاجة هتفيدكم على طول، والله بروح عاملاها ومنزلاها. يا ريت بعد اذنكم لايك وشير وكومنت حلو كده زيكم، ماشي؟ بصوا بقى، انا بشيل الريم اهو، هو اخد يا دوبك غلوه، وانا بشيل يا دوبك هشيل الريم اللي فوق الوش وهطفي عليه. خلي بالكوا لان هو من الحاجات اللي بتتلسع بسرعه قوي، مهما سواء حله تيفال، حله ستانلس، حله ألمونيا، من الحاجات اللي بتتلسع بسرعه. فخلي بالكوا علشان ايه ما يتلسعش منكم. انا بشيل الريم اهو، وبعد كده هطفي عليه وهسيبه بقى لما يبرد خالص. وبعد كده لو عندك هاند بلندر هتعمليه بالهاند بلندر، لو عندك خلاط هتسيبيه لما يبرد خالص، وهتحطيه في الخلاط شويه شويه وتضربيهم كويس جدا. وهنشيلهم، مش هحط عليه اي حاجه خالص. انا متعوده بعمله كده كل سنه، وبسيبه لرمضان. انا في رمضان ما بعرفش استغنى عنه خالص، لازم على الخشاف عصير قمر الدين. طبعا لفات قمر الدين اللي احنا بنجيبها دي ملهاش اي لازمه خالص يعني. فبصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو، الحمد لله لونه جميل زي ما هو يا دوبك بياخد غلوه واحده ما بيتحملش. بصوا انتوا شفتوا هو عامل ازاي. هضربه بقى بالهاند بلندر وعبيه في الاكياس وارجع ايه اوريه لكم. هو سهل جدا جدا جدا، ما بياخدش تعب ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو. يا ريت تلحقوا بقى تجيبوه قبل ما يخلص. زي ما قلت لكم بقى، لايك وشير وكومنت حلو كده ايه زيكم يفرحني ويخليني ايه اعرف اكمل معاكم الفيديوهات اللي انا بعملها. اما اشوف بقى مين اللي بيحبني بجد، ومين اللي بجد هيحط لي كومنت حلو كده ايه زيه. يلا باي باي.